عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم اختاريت انني نشارك معكم قريشلات حلوين بالنافع والجنجلان، كيجيو غزالين واقتصاديين، كيعطيو كمية كتيرة. المهم انا غنبدا هنا بالمقادير والطريقة في نفس الوقت. انا عندي هنا نص بواطة ديال الزبدة، ما يعادل 100 غرام ديال الزبدة، قبيصة ديال الملح وجوج بيضات. المهم نخلطهم مزيان. صراحه هاد القريشلات تقدري ديريهم بعاشوره ولا بلا عاشوره، المهم كيعطيو بعدا كميه كتيره وكيكونوا اقتصاديين، وحتى المقادير ديالهم بساط وموجودين في كل بيت. من بعد غادي نزيد ربع ديال السنيده. المهم انا راه ما جاونيش حلوين بزاف، جاوني ناقصين في الحلاوه. اللي بغى يزيد الحلاوه يزيد مازال سنيده. المهم نخلط هاد المكونات مزيان ونخلطهم انا بالمعلقه كيف ما ممكن تخلطيهم بيديك. نحاول نمعك ديك الزبده مزيان باش تدخل مع المكونات، وضروري ان الزبده والبيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ هكا باش يسهلوا عليكم الخدمه. تيقونا غير تجربوا هاد القريشلات توليو كتعتمدوا عليهم، حيت ما ساهلين في الخدمه وما فيهمش مقادير كتار وكيعطيو كميه كتيره. صافي من بعد ما خدمت ديك الزبده مزيان غادي نزيد 2 كيسان ديال الحليب و2 كيسان ديال الزيت و2 كيسان ديال الماء. هنا العبار بكاس ديال العنبه. وهنا عندي شويه زنجلان وشويه النافع، المهم محمرين شويه. المهم غنزيد دقيق على حساب الخليط، وغنزيد 2 خمارات. صافي غنجمع العجينه ديالي، خاصها تكون مرخوفه شويه، ما تكونش قاصحه. وهو القوام ديال العجينه راه كتكون مرخوفه. نديرها كويرات صغار هكا باش يسهل عليا ندير حرابيل صغار. صافي وغندير حرابيل بحال هكا طوال. من بعد غادي نقطعهم بالموس كما يمكن لكم تقطعوهم بالمقص كيف ما موضح في الفيديو.
وهما قريشلات ديالنا من بعد ما خرجتهم من الفران راه كيجيو محمرين، ردوا معاهم البال في الفران دغيا كيطيبوا. نتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وبصحه وراحه.